يقول الله تعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كثير من الأشياء تمنينا أنها لو كانت معنا، كثير من الأشخاص تمنينا أنهم لو كانوا معنا، وكثير من الأشياء تمنينا أن لو ملكناها، وكثير من القرارات أخذناها وظننا أن باتخاذها سيكون فيها خير، ثم تكتشف بعد فترة من الزمن أنك كنت مخطئا في اتخاذ هذه القرار، أو تكتشف أن هذه الصداقة التي عملتها مع شخص ما يا ريتك ما عملت هذه الصداقة، تندم لأنك اتخذت فلانا صديقا، أو أنك اتخذت فلانا خليلا، أو أنك اشتغلت هذا الشغل رغم أنك كنت تظن أن فيه خير، لكن بعد سنين أو أيام أو شهور تكتشف العكس. والعكس صحيح. كثير من الأشياء خفنا منها، وكثير من الأصدقاء أو من الناس خفنا من صداقتهم، وكثير من القرارات ما أخذناها خوفا من الندم عليها لاحقا، ثم تكتشف بعد فترة أنك يا ريتك أخذت هذا القرار، يا ريتك عملت هذا العمل. لكن المفتاح أين هو؟ المفتاح في قوله تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يا إخوان، ارضى بقرارك، ارضى واحمد الله على الأشياء التي أنت فيها. فوالله لو الله سبحانه وتعالى جعلك ترى الغيب ما كنت ستختار إلا الأشياء التي أنت فيها الآن، لأن الله لن يختار لك إلا الشيء الذي هو مناسب لك، لأن الله من أسمائه الحكيم. تعرفون ما معنى الحكيم؟ الحكيم هو الذي يضع الشيء المناسب في مكانه المناسب، والله حكيم عليم سبحانه وتعالى. لهذا لا خيار لنا في هذه الدنيا إلا أن نرضى بقضاء الله وقدره، كيفما كان هذا القضاء، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم، لأن الله يعلم وأنت لا تعلم. الله يعلم أين الخير في هذا الشيء. لهذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أرادوا أن يأخذوا قرارا في مسألة، أو أن يشتروا شيئا، أو أن يتخذوا فلانا صديقا، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كانوا يسألون النبي حتى يختار لهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا كان يختار لهم النبي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الأخير هو بشر، لكن كيف كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا فيه خير وأن هذا فيه شر؟ لأنه كان يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يوحى إليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الميزة ذهبت. هذه ميزة كانت عند الصحابة أكرمهم الله بأنهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فالنبي مات صلى الله عليه وسلم، والوحي انقطع بأبي هو وأمي رسول الله، فليس لنا خيار وليس لنا إلا أن نتوكل على الحي القيوم ونرضى بقضاء الله وقدره، ونحن موقنون على أن الله ما يفعل إلا الخير، ما يفعل ربك إلا خيرا. أبشر أخي، أبشري أختي، واحمد الله. ولعل هذا الشيء الذي أنت الآن تظن أنه شر، لعلك تكتشف فيما بعد أنه خير لك، وتحمد الله أنه أعطاك هذا الشر الذي كنت تظن. ولعلك الآن في خير وتظن أنك في خير وعلى خير، ثم تكتشف بعد أنك كنت على شر، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.